هلا شباب. هلا 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 مروان. حلو اكرم، تعجبني، جنتلمان. لا عفوا، طلب مالتي خاص يعرفه. تعرف احمد البارحه مخابر الولد ورايد يشوفه؟ خليه يشوفه، مو مشكله. شلون مو مشكله؟ اكرم، الوضع التقديري محسوم، كل اللي راح يصير تعارف بيناتهم هم الاثنين، وبعدين اخونا احمد تجي صدمه معدله، وهذا اللي احنا نحتاجه. تتصور وراها راح يجي للدرب؟ احتمال، بس احنا لازم نلزمه ونحسم مساله الست يمام بشكل نهائي. وانا عندي اقتراح، وهو كاسيت صوتي، مجموعه اغاني جاهزه كلها. انا ما احتاج ممول، بس احتاج اسم اكرم كمنتج. منتج؟ منتج مال شنو؟ اكرم وافق، صدقني ما راح تخسر. اكيد يعني ما بيها خساره الشغله؟ اسمعني، انت الست يمام تكرهك. لا طبعا. لا تكرهك، وهاي مساله محسومه. يلا هو يقول. اي وانت مرتاح لهيجي حكي؟ يعني بالنتيجه اي واحد راح يتعامل وياك راح يكون كريم من وجهه نظرها. والصورة المفاجأة ايش قد حلوة راح تصير عليها لما تعرف انه احمد يتعامل وياك على اعلى مستوى. تتصور احمد يوافق؟ مؤكد، احمد هسه شيء بسيط بايدي صار. بالمناسبه شلون صارت ايدك؟ يعني افضل من قبل. ما افتهمت. اني شنو المطلوب من عندي؟ يا اخي تفتهم عادي، هي كل المطلوب من عندك ورقه توقع عليها وتنازل. اكزاكتلي. اسمع رائد، نعم. اريد اكلفك بمهمة. اولا، انت عرفت الموعد شو وقت؟ والله سمعتهم يمكن اتفقوا على الخميس. عظيم، عندنا وقت يعني. تتصل باحمد تخليه يجي يوقع عقد القاعة. الافتتاح كلش قريب، واني صار بيني وبينه خلاف البارحة وما شفتها بعدها. كل زين، كل اللي تطلبه تدلل عليه، بس اريد من عندك طلب صغير. شنو؟ فاروق. فاروق ايش بيه؟ ارجوك اترجاك، هذا الشخص لا تعتقه. اعتق فاروق؟ فاروق راح يشوف مسلسل رعب ما شايفه بحياته. تعجبني، هسه تعجبني، واني وياك. ذاتس اول. الو، هلا احمد. كنت افكر بيك، اريد اتصل بس ما اعرف شلون اتصل بيك. مشتاقت لك هواي، استغليت بابا وراء الطلعه وقلت اخابرك. ما نداوم؟ لا، ما اقدر ادخل الكليه وانت مو بيها. انا داومت كم يوم واعصابي كلش تعبت. لا احمد، لازم تداوم. كافي اني انحرمت هاي السنه، انت لازم تواظب. يا ماما، ممكن اشوفك؟ ما ادري، صعبه. حاولي ارجوك، عندي هواي حكي اريد اقول لك اياه. مجازفه احمد، ما اقدر اطلع. حاولي. ماشي، بنفس المكان بس ما نتاخر. انتظرك انا بنفس المكان. مع السلامه. تتصور راح يوصل؟ ما أدري. بس هو يعرف اذا سوى هالشيء راح اتدمر. بس هذا مو حل. ما عندي خيار. هم استفزوني. فاروق، انت مجنون اصلا. يا اخي فكر بعقلك شويه. ما اقدر، مرات احس عقلي بيدي، بعدين اكو ناس هم يجبروك حتى تغلط، يتحرشون قوه. ايش بيك؟ ما اعرف هذا شبيه. فاروق. حسن، فاروق اطلع الشرطه جنبي. ما اعرف، جماعه وقفوا يم العميد وجماعه وقفوا بالباب الامامي. المهم هسه لازم تطلع، يلا. شو اللي ابوي سواها هذا تافه. هسه مو وقت فاروق، لازم تطلع بسرعه، يلا. ماشي، اشوفك بالشرطه حسن. فاروق اطلع من الباب الخلفي، هناك ماكو احد. اكيد انا متاكد. يلا يلا الله بك. مشكله هذا الولد. اقول لك عذراء اليوم داومت؟ اي داومت، بس من داومت لهاليوم ما طلعت من القاعه نهائيا. نمشي نشوفه.
وهذا الولد ايش راح يسوي؟ عوف فيه هسه، المهم نشوف عذراء. يلا امشي. يمام يمام، وين صرتي؟ بس لا سوت راحت. انا اعرف وين القاها. تتصورين ممكن؟ لا تيأس أحمد، بابا عرف كل شيء. صحيح هو أذاني وضربني وما خلاني وراها أطلع من البيت، بس المهم عرف أنت شو تمثل بالنسبة إلي، وعرف أني ما مبهورة بمجرد نجم، ولا أنت إنسان عابر بحياتي. يعني حس اللي بيناتنا صدق، ومن أشوفه راح يتأكد أكثر. المشكلة هو متأكد، بس تأثيرات رائد وأكرم مستمرة. ايش قد حاولت أقنع الرائد، حاولت أخليه يستوعب ولو مرة واحدة بحياته. خلي ثقتك بي كبيرة، وإذا كان لازم أختار بينك وبين مستقبلي فصدقيني أختارك أنتي. ليش جا تختار؟ ما حد يقدر يجبرك. لا، صارت أمور هواية ما تعرفيها. شنو اللي صار؟ صباح الخير. اهلا وسهلا. العفو، عذراء وين؟ شوية تعبانة. جيت اخذ من خاطرها. يمام وين؟ ليش هي داومت؟ لا بس احنا متواعدين هنا، الظاهر اني جيت قبل الموعد. شكرا. اهلا وسهلا. معقولة؟ كل هذا يطلع من مروان؟ مو شيء جديد. زين، أنا شنو دخلي بالموضوع؟ يتصور إذا تزوجت تقل شعبيتي. ما يريدك تكبر وتحقق شيء وحدك. بالعكس، الغريب واللي محيرني إنه اللي يقول عليه مروان ينجح وصح، بس هو خايف لا تعارضين مشاريع العجيبة. هذا مو إنسان، ما أدري شلون يفكر. لا يهمه فلوس ولا يهمه صديق. ما تقولي هذا شنو من بشر؟ مروان شخصية مجنونة صدقيني، كل اللي يهمه يفرض رايه على الناس ويحب يتحكم بالكل وما تهمه الوسيلة. وانت ناوي تخليه يلعب بيك بهالشكل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا استاذ رائد. اهلا بك اخ حسن. قل لي، اقدر اشوف احمد؟ والله يعني ما ادري. احتمال القاه بالكافتريا؟ بالكافتريا؟ ها، يجوز بالكافتريا موجود، ما ادري. شكرا جزيلا. اهلا. هذا اكيد جاي على حمندلي. سنروح بالكافتريا. لا طبعا. أحمد، أنا ما أريد أتدخل بشغلك، بس كل اللي سويته يطوف ما يبقى بالذهن. إلى هسه ما شفت أغنية بأغانيك بيها شيء جديد. بس ليش نجح؟ هذا مو نجاح أحمد. النجاح الحقيقي ينحسب نجاح لما تأثر، لما تقدم شيء جديد. شوف الرائد جورج شلون قدر يحافظ على مستواه ويبقى، لأن هو فنان حقيقي. يهمه أن يقدم شيء جديد، مو مجرد كلام ولا أي موسيقى. ايش تتصورين؟ ما عندي شيء مميز؟ لا عندي أغنيتين كتبها صديقي حسن، صار لي 6 أشهر ألح على مروان أريده يسجلها ما دا يخليني. واحدة من عندها وزعها رائد جورج بنفسه. صار على رأيك وهو يوافق. بعدين من يشتغل عند منو؟ أنت تشتغل عنده ولا هو يشتغل عندك؟ ما أدري. قلت له خميس الساعة كم؟ 10؟ أنا الساعة 10 هنا عندي 3 مواعيد، يعني ما ممكن. لا هي مو مسألة أحاول، بس أنت بصراحة جايب 3 مطربين، والفنان أحمد جلال ما متعود يطلع مطربين، يعني تستضيفه بوحدة. لازم نتفق على البروجرام، إضافة إلى كم إعلام مشغول بشكل عدل، ينزل 4-5 مرات بالفترة الممتازة. بهالطريقة ممكن أقنع إنه يجيكم. أفهمك، أني أدري أنت يهمك البرنامج، بس أني ما أقدر. هذا برستيج نجم، ما أقدر أتجاوز عليه. صفيها أنت، كنسلهم ونتفق أنا وياك. أوكي باي. ألو، هلا رائد. هلا أحمد تلقيه بكافيتريا حوار. أوكي هلا باي. ألو هلا، من فضلك طلبت أثينا. شكرا.
Hello, bastard. How are you, rascal? Yeah, I understand. What about the contract? Okay? Excellent. Okay. Thank you. قلتي سأل على اليمام؟ ايه قال متواعدين. متأكدة؟ ايه طبعا، ليش؟ مشكلة، هذول بس لا متواعدين. ايش تقصد؟ أقصد احتمال يندل الكافترية. احتمال؟ ما اعرف. أقول لك أنا لازم أروح، بعدين أشوفك، أروح قبل ما يوصل لهم، ماشي؟ ماشي. يلا باي باي. اوكي. رائد اقعدي، هدي لا تخافي. بلا حج زايد، قوم يلا. رائد أرجوك. كتم، إن كتم لا بهدل أحوالك قدام الناس. كنت أتصورك إنسان مؤدب، بس للأسف. عموما نتفاهم ونلتقي. حتبالش تستغفرينا؟ تتصورينا نايمين؟ ما اسمح لك تحكي علي يا هند. اسكتي، ما اريد اسمع صوتك. لك كسفتينا، فضحتينا. شنو انت؟ ما عندك احترام لاحد؟ ايش شايفه روحك؟ ما لقيتي غير هذا التافه؟ خلصوا الشباب. لا تحكي على احمد مو تافه. كافي شكو. انت ما عليك، كله من جوا راسك. انت اعطيتيها عين. والله انت ما تستحي. شنو هذا الاسلوب؟ اتركها. أنا السبب. ماكو داعي تلوم نفسك أحمد، ترى مو أكثر من سوء حظ. تعرف ايش يعني هذا؟ يعني كل اللي بنيته بلحظة انهد. حتى أبوها ما أعرف ايش راح أقول له من أشوفها. اهدى أحمد اهدى، خلينا نفكر، أكيد أكو حل. امشي من قدامي، لا اطلبها خلقتك. جرب وشوف. انا اروح لابوك واتفاهم وياه. كله من جوا راسك. قلت لك ديروا بالك وهاي تاليها. يعني ايش يريد يسوي؟ غير يضرب خليه يضرب. وانا جايه فرحانه، عندي خبر حلو اريد ابشركم بيه. رائد ما ناوي يخلي شيء حلو. مو مشكله. شرطة؟ اي يعني تتصور مروان يسويها؟ أكيد. بسيطة. زين هسه فاروق وين؟ فاروق بالقسم الداخلي يم جمال. بسيطة. ولا يهمك. يا ريت أحمد، يا ريت. ترى فاروق بهالشكل راح يضيع نفسه، لا يتخبط، اتورط وما يعرف شلون يطلع من عندها. قلت لك رايد شيء قديم، شيء فيكه. اي هاي الموجودة عندك ممتازة هاي، بس نضيف لها بعض التحويرات بالجوانب بالخلفية تطلع شيء راقي. الفلوس مو قضية بابا، لا تفكر بيها. اوكي انا اريد فد شيء يساعد احمد جلال ما ساعد احد. اوكي يلا باي باي. هلو مروان اتفقنا نتفاهم وما تبلغ على فاروق الشرطة. شرطة؟ ليش بلغت؟ حمودي كان لازم تحسم امرك من زمان. لو شغل لو علاقات. يوم اللي اكو شغل ماكو علاقات، ويوم اللي اكو علاقات ماكو شغل. موافق. تسحب الشكوى وتترك فاروق بحاله. ويا مام اطمئن، انتهت. بس قبل ما نتفق طالب من عندك خدمة. اوكي. مروان تخابر رائد وتحاول تتوسط يمه على مدير رجع يمام للكلية. لكن اني مو مشكلة، اني ابطل. المهم هي ترجع تداوم. اوكي اعتبرها رجعت. ليش؟ صار شي بينك وبين رائد؟ شافنا بالكافتريا. شافكم؟ سووا مشكلة كلش كبيرة. ولا تكتب حمود، قبعات الزرق موجودين. عندي مفاجأة لك، حصلنا على 3 عقود، رومانيا، سويسرا، أثينا، واحتمال نتوسع. ألو هلا ورائد، موجود رائد؟ بالمكتب؟ شكرا. ألو. ما أعرف، صعبة، مسألة صارت كلش صعبة. كنت متصور بسهولة ممكن أن أرتبط وأنفصل، كنا متفقين. حاول تنصحه بس بدون أن تجرح. ما أعتقد، صعبة، قضية تعقدت. هسه أتمنى بس أستقر، أرجع أشتغل مسرح من جديد. عادل طول عمره يتمنى أن توقفون سوا على المسرح.
بارحة رجعت بالليل للبيت، قلبت بأوراقي، لقيت نص هو مشتغل عليه هواية، قريته من زمان ما قاري، ضليت للصبح، عجبني. نوس. اي بالضبط هو النوس. كان ناوي قبل نهاية السنة. نص حلو، حور بيه هواية أشياء. تحوير أحلى ما بالنص. قد معه قد ما فهمه قد ما الخاطري كان ناوي هو يشوفك بأحسن حال، وإذا تريد تخدمني وتسعدني فعلا قد ما. اطمئني عذرا، البارحة قررت أقدم. سويت هالشغل بعد لي هسه أريد أخلص من المشاكل. يعني فاروق ممكن أطلب منه خدمة؟ تأمرين عذرا؟ يعني أريد أشوف الفتى عاطف. ماشي، أنطيك مفتاح، روحي شوفيني تلفون. شنو؟ بالكافتريا؟ نعم عم، رائد شافهم وهو اللي جابه. زين ليش ما قال لي؟ ما أعرف، الظاهر ما حب أحد يوصل لك الخبر، بس أتصور ست عفاف هي اللي ترجته، بس أنا ما حبيت أضم عليك الخبر، قلت هذه مسألة تخصنا كلنا وكان لازم تعرف بالقضية، بس أترجاك عمو، أترجاك لا توصل الخبر الرائد وتقول له أني اللي قلت لك، لأن رائد عصبي ويجوز تصير مشكلة. لا تخاف، صار لا مو صار؟ صار بابا. وتقوليها بكل وقاحة. بابا أرجوك، يمام استأذنت مني وأنا قلت لها روحي شوفيه تفاهموا وياه. وانت شلون تصرفيني بمكاني وانا موجود؟ بابا أرجوك، يمام كان ممكن تروح وترجع وما حد يدري، صح لو لا؟ تسويها يا ماما، فعلا تسويها. ممكن تهدأ بابا؟ استغفر الله. أنا شفت الولد وتفاهمت وياه. الظاهر متفاهمين هم على تفاصيل الخطوبة والزواج. أنا ما كنت أعرف من رحت للكافتريا وما رجعت المحل لقيتها تاركتي خبر. وأنت ليش ما رحت وياها؟ ما أعرف، المفروض عفاف تروح وياها. بابا طبعا أنا جدا آسفة لأن كان عندي شغل ضروري. وهي ما صدقت وطارت وحدها. شوفوا سمعوا، بعد ما حد يتحرك أو يمشي إذا ما عرفاني. وأنتي قولي لي هذا بعد لا يجي، ما أريد أشوف خلقته. بابا أرجوك اهدى، راح أضربها وكفى. وشي ثاني أنا عندي موضوع وأريد آخذ رأيكم به. يا هسه وقتها؟ بابا أرجوك. شنو؟ الجمعة أكو جماعة رايدين يزورونا. يا جماعة؟ بابا جماعة يردون يتعرفون عليك. شكو بيها، أهلا وسهلا، هلا بيهم. هي هاي الأصول. أقدر أعرف من الجماعة؟ بابا هو اسمه دكتور زاهد، أستاذ عندنا بالكلية. أهلا وسهلا. العفو بابا، ممكن يا مام ترجع للكلية؟ كلية ماكو، بعد العملة مال اليوم كلية ماكو. بابا انكتبي، ما بدي أسمع صوتك. بابا أرجوك ممكن تسمعنا؟ شو اسمعش بابا؟ أختك تحددنا كنا. أوعدك بابا إنه هاي الأشياء ما راح تتكرر بعد. يا مام أنا أضمنها. أستغفر الله. بس إذا صدر أي تصرف منها غلط أنت المسؤول. أكيد بابا أكيد. ماشي. أنت أخوها وأنت المسؤول عنها مثل ما أنا مسؤول. ارجع يا بابا للكلية. ارجع. أشكرك رائد. طبعا هو هذا رائد. قومي سوي لنا عشاء. لازم تخربها ما ترتاح. الملابس مشكلة. ليش؟ يا أخي رايد في شيء جديد ما حنا مسوي سابقا. مشي ترى حلو، منسجم ويا الأغنية. أحمد طول عمرنا نشوف المطربين مدقمين وواقفين عبالك مدير عام. عشان تريدهم يلبسون زي رواد الفضاء؟ إيه زي ما رواد فضاء صحراء وأطفال يلعبون يوم وفرقة بشكولات غريبة تعزف. يا سلام. أدري إيش عندنا أغنية لحرب النجوم. بابا الناس تريد شيء جديد. أنا ما أوافق. قل لي أنت شنو؟ مخلوق حتى ما توافق؟
ايش اقول لك تقول لي مو موافق؟ لان هذا الشيء ما معقول. احمد بيني وبينك عقد لازم تلتزم بيه، مثل ما انا ملتزم انت تلتزم. هاي الاغنيه بيها روح كلش قويه وشرقيه، هاي الملابس اللي اذا تحكي عليها غريبه ما تنسجم وياها. اضيف لك معلومه احمد، الشرقي اكثر واحد يحلم يصعد للقمر. شنو رايك نسوي اغنيه عن اثنين على سطح القمر؟ صديقي خالد يدبر الجو كله. هاي ايش بيك انت؟ انتظر راح اشوف، راح تطق عالميا. واني روحي راح اطق عالميا مو الاغنيه. الو خالد. أنا وحيد في هذا العالم، وحيد. ليس هناك عاطفة تشدني بدفئها، وليس هناك امرأة تطلق علي. لا بيت ولا مأوى. أشعر بصقيع الغربة، ببرد الوحشة، كما لو كنت أحيا في قبو مظلم. حسن عذراء تريد تجي تشوف غرفة عادل. تجي لنا؟ شلون؟ نطلع احنا وننطيها المفتاح. تمنيت تشوفها، تعرف وضعها، ما قدرت اقولها لا. هذا سلام اخو عادل، اجى الصبح قاعد ياخذ القرار. قلت له شو تريد نعطيك فلوس؟ بس اي شيء من غراض الدولة ما يطلع منها. هذا ايش قد حقير. عبالي اكو اشياء تسوى يبيع. خجل وطلع. شو وقت تجي عذراء؟ احتمال باكر. عرفت باتفاق مروان واحمد؟ طبعا خليه هسه. مروان يحتاج لدرس، واحمد ناوي ينطيه درس. ايش راح يسوي؟ بعدين تعرف. اتفقتوا على شيء؟ تقريبا. الله اللي يستر. عذراء أنا ما مطمئنة اللي دا يسويه رائد، أول مرة يسويه، أكيد عنده غرض. كوني حذرة. تصوري ما حقدر. المهم على الأقل تكونون أحرار. حتى التليفون ما نعيني منه، وإن أحد يخابرني رائد يشيل التليفون الثاني. ضجت، أريد أشوفه، أسمع صوته، أي شيء. أنا سمعت إنه قرر ما يجي الكلية، مو عادي بهذا الشيء. علما ما أعرف، مسكين. يحاول ينقذك من اللي ممكن يضايقك. ما كان لازم يسوي هالشكل. أنت تقولين ما لازم، بس هو رجل مجنون. يعرف أني ما أقدر أعيش بدونه. حاولوا يا ماما، لا تستسلموا. المهم إذا انتهيتوا أنتوا انتهى الأمل بالنسبة لنا. اطمئني عذراء، ما راح ننتهي. إنني وحيد، وحيد يتراكم حولي الأسى، تغلف الوحشة كل ملامحي. وحيد في فضاء مذبوح، لا نمر سيحملني إلى الضفة الأخرى، ولا موجة توصلني. يا للأسى، يا للأسى. عادل، لازم يطلع هذا النص للنور، لازم.
أتذكر الأسبوع الأول من الدوام، كنا قاعدين هنا نفس هالقد. إيه نذكر طب علينا عدولة. سلمت علي، سلمت علي، طبعا سلمت علي. كنت قاعد بالنادي بس اريدها تلتفت، التفتت بويا والكم مفلس وقلبه وبوجهه لور فلوس. لحد الان متعشي مرتين ومحاضمها. عرفتني، كنت اتصور تحتاج لها مليون سنه حتى تعرف اسمي. ابتسمت ابتسامه، ابتسامه عبالك عاصفه مال بلور. ما أعرف أكره هذا المكان لو أحبه. فاروق أريد أنساه، وبنفس الوقت أريد أحتفظ به. تذكر حسن، هذا المكان إيجار، بأي ساعة يجوك غصبا عليك تشيل ذكرياتك وتطلع برا. يجي واحد يأجر ذكرياتك ويحط أثاثه بأحلى وأمر سنين عمرك. فاروق احنا مجانين، اي مجانين، مكان لازم نجي منه، نبقى هناك بولاياتنا. تعرف حسن، أول مرة فكرت بالتمثيل كانت بوقته. كنت خال عيني على هديل بالتجوارين حلوة تخبل. كنا أنا وياها نشوف فيلم اسمه حسناء بلا دوطة. قالت لي فاروق هذا الممثل يشبهك. حكينا، كذبت عليها، قلت لها أنا من أتخرج من الإعدادية لازم أصير ممثل لأنه أنا كلش أحب التمثيل. وبديت أفيك، زوج خالتي مخرج كبير وأستاذ بالأكاديمية. طبعا خالتي متزوجة بالحرية، مزوجها حتى عربانة مالت نفط، يعني كله سوبرانو يلهط النهار كله نفط نفط نفط. ورا ما تخرجت ذكرتني، قالت لي بعدك تريد تروح للأكاديمية؟ وأنا همين باستمارة القبول كتبت الأكاديمية بالاختبار الأول، ومن فقري انقبلت. أحلى شيء بأول أسبوع من رجعت لأهلي لقيتها متزوجة بالتل. أنا كنت راسم طريقي من البداية للمتوسطة، وأنا مقرر لازم أدخل الأكاديمية حتى أصير رسام أرسم. بالاختبار صفنتهم بالأساتذة، كله من وراك، كتب ومعارض ومسرحيات وأفلام ومحاورات فسدتنا. وكاني بالعكس علمتك شلون انت عايش. الكم سنة الأخيرة قرينا مئات الكتب وشفنا عشرات المسرحيات، ما ظل شيء ما عرفناه. بس شنو النتيجة؟ شنو النتيجة حسن؟ مروان واحد تافه، كل مجد أبوه عنده فلوس. شوت واحد طلعنا اوت. لا فاروق لا، انت رايدها وانا رايدها، بس المشكلة انه احنا بينا الخلل. الخلل بينا ابو عمر، ما عرفنا شلون نوازن بين طموحاتنا وبين واقعنا. بس الواقع يغلب حسن، كان لازم نوازن. الواقع هو اللي يقول. انت تقدر تجرب
تسوي فد شي بفن، بس مو هسه احمد. هسه لازم تجاري الناس، تمشي وياهم خاطر يهتمون بيك ويهتمون حتى بقصة شعرك، ومن تطلع ينتبهوا لك. At this moment you can't do anything. وحتى اللي يكرهك ما راح يقدر يقول للناس انا كرهك. ليش؟ حتى ما يعتبره متخلف. هذا مو فن، هذا ارهاب. مرة ارهب نفسي، مرة ارهب الناس، ومرة اضحك على نفسي، ومرة اضحك على الناس. مروان، انت تتعامل ويا الفن مثل ما تتعامل النسوان ويا الموضة. الله، هذا يخبل، وبعد شهرين هو نفسه اشحاله. كذبة تخليه رخيص يسوى 100,000، وبكذبة ثانية تخليه ما يسوى ولا فلس. والحقيقة الناس كلها تعرفها. واحد يريد يربح شو يسوي؟ الموديل القديم يكنسله ويجيب موديل جديد وقدام الناس، والناس تباوع له. وبدل ما تقول له ده تضحك علينا، شو تقول له؟ برافو احمد. انا ما اقدر اباوع مثل ما تباعون انتم. وكلمة عندي لازم تسمعها. العالم مثل رقعة الشطرنج، كل واحد عنده خطته يمشي بيها. يكذب براحته والناس يصدقوه، واللي ما يكذب وما يسمح للناس تكذب، تعرف شو يصير بيه؟ نقلة واحدة تجي تشيله بالاوت. مع ذلك اكو فنانين لحد الان صادقين مع نفسهم مع الناس وباقين وناجحين. ضربة حظ، ضربة حظ. تريدني اسمي النجاح والصدق ضربة حظ، تريدني اسمي الكذب واقع. احمد، اعتبرها كذبة جديدة، صدقها حتى تصير. هلو يا مام. شو تريد؟ شنو؟ احد غاثك؟ اكيد انت. يا معودة لا تصيرين عصبية، ترى ما تسوي. اكرم من فضلك روح، رائد ما موجود. اعرف، ولهذا جيت حتى اتفاهم وياك، حتى نحسم الشغلة. محسومة. اكرهك. معقولة بعد كل ذيك الايام الحلوة؟ حلوة؟ تفضل روح احلم على كيفك. يعني بعدك مصرة على هذا احمد؟ ايه، وش تسوي؟ روح سوي. شوفي، عندك فرصة أخيرة تفكرين بيها، لأن أنا بصراحة تحملتك هواية. يا عيني، الله يساعدك. تستهزئين مو؟ بسيطة، فكري، لأن بصراحة أكو نسوان هواية يتمنون بس أشيل التليفون عليهم. شيل تليفون عيني، وإذا ما عندك خط أنا أشتري لك خط، وإذا ما عندك جهاز أنا أنطيك، بس المهم ما أشوف خلفتك بعد. هيك مو؟ بسيطة. ايش قد ثقيل. يا مام حبيبتي، مشتاق لك. حاولت ما اخابر بس ما قدرت. يا مام رايد اشوفك. مستحيل احمد، ما اقدر، جدا صعب. انا هسه دا احكي وياك واخاف لحد يدخل علي ويسوي مشكله. لا حبيبي، انت تعرف انا ايش قد مشتاقه لك، بس انا ما اريد احطم اخر امل لنا. انا تعبت، انا ما اقدر اعيش بلياك. فهمني احمد، لا تيأس، حاول تنقذني وتخليني هالشكل، حاول ارجوك. اطمئني. اوكي هسه اقفل الخط يا معود ليروح احد يجي ويسوي لنا مشكله. احاول اخابرك. ماشي حياتي ماشي، مع السلامه. السلام عليكم. السلام، اهلا. هلا فاروق. شلونك استاذي؟ يا هلا ومرحبا بيك. اقول استاذي ايش سويت على شغله رجعتي؟ والله فاروق ولو شغلنا واحد غيرك احنا، بس مع هذا المكان مكانك يعني. اشكرك. يعني واليوميه؟ نزيدها، الزبائن كلهم يحبوك ويردون خاطرك. يعني اقدر اجي اشتغل من باكر بنفس الدوام؟ تريد من اليوم اذا تريد. لا من باكر. يا هلا ومرحبا بيك. شكرا استاذي. يا هلا. في مان الله. هلا فاروق، هلا ومرحبا. بسيطة. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. بابا؟ اي بالصالة تفضل. طيب
بعدين نتفاهم، بعدين خابرني. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا. عمو أنا ما أحتاج هواي مقدمات، على مود أقول لك إنه أنا أطلب إيدي يا ماما. أعرف، بس أتصور ممكن بعد كل اللي صار. ما أدري، يمكن غلطنا، بس تتصور عمو غلط بسيط يكون عقابه بهالقسوة هاي. صدقني يا ابني أنا مو ضدك، لأن أنا ما أعرفك. ممكن أحكم على الناس من غير ما أعرفهم، لكن ممكن أحكم على الناس من خلال تصرفاتهم، وتصرفك كان غلط، وحتما راح يكون ردي مو إيجابي. ما أدري، بعد كل اللي صار وكل المداخلات والضغوطات شلون ممكن أتصرف عمو؟ هذه حياتي، لازم البنية تعرف عني كل شيء، ولازم أنا أمها تعرف عنها كل شيء. أنت أخطأت، وصدقني حتى بدون اللي صار أنا اجتماعيا ما أقدر أرتبط بواحد مثلك، وما أعرف شو أقول لك. يعني الموضوع أعرف عمو، هذه أنا آسف. أنت ممكن تترك كل شيء، تترك الغنى، بس أنا أقول لك لا تفكر بهذا الشيء نهائيا. انسى الموضوع. أنا سمعتك، أنت صوت جميل، أبغى أغني ويمكن تلقى اللي تسعدك. المهم هذا الموضوع نتركه نهائيا، لأن الموضوع محسوم أساسا. وين رايح؟ خلص مروان، انتهى كل شيء. يعني شنو انتهى كل شيء؟ كل شيء بعد ما غني. أقدر أعرف شنو بعد ما تغني؟ يعني مروان بعد ما غني. Are you crazy أحمد؟ احسبها أي شيء، بس أرجوك لا تناقشني. والتزاماتنا، ارتباطاتنا ويا الناس، شو نسوي بيها؟ إلى قير ما أدري، أحس ممكن أموت إذا أغني. شفت واحد مذبوح يقدر يغني؟ مروان تعرف يعني شنو سد الباب بوجه أي أمل، أي خيط ضوء؟ أحمد هذا شيء وذاك شيء آخر. لا، افهم مرة واحدة بحياتك يا أخي، صير إنسان، خلي عندك إحساس. مو أني مليت، ضجت، كافي عاد بعد ما أقدر أشتغل. أنت مروان اللي ذبحتني. أنت إذا أكو كان خيط أمل طفيته. روح شو تريد تسوي، روح للشرطة، جرجرني بالمحاكم بعد ما أشتغل، أخذ كل شيء، المهم تخلصني. أحمد أكو عقد بيني وبينك وأنت ملزم بتنفيذه. عقود الدنيا كلها بعد ما تخليني أرجع. ريلاكس حمودي، ريلاكس. أفهمك أول مرة يا أخي، جايز أقدر أساعدك. ما أعتقد مروان أنت راح تفهم، لأن الفهم من اختصاص البشر، وأنا أعتقد أنت مو بشر. رخصتك سجاري. حبيبي فاروق أبو عمر، أعتذر إليك جدا. قد توغس قلبك
كلماتي هذه، لكنني قلت لك ذات مرة إن حياتي كلها سترحل ذات يوم لأظل مجرد سائق. سائق تاكسي. وقد هربت أمنياتي كلها وطموحاتي كلها، وقد ظل معي ألمي دائما. حبي لكما أخي العقد هو ملزم به. عجيب، لازم يجي. ها أنت دبر لي نسخة من العقد بكرة وأنا مرة أتفاهم عليه بالشقة. يلا.
سافر. أحمد جيت متأخر هواية. الزمن الأحلام راح ما يجن وسنيننا هي الثمن. وين؟ رايد اشوفه لأحمد. ما موجود. لا موجود. شو تريد منه؟ عوفه. لازم اشوفه. بيني وبين عقد. انت رايد تحطمه. مروان اطلع. احمد ما يريد يشوفك بعد. احمد لازم يرجع. مروان كافي كافي، عاد دمرتونا. وخر عمو. مروان كافي.